ما تبطلي عياط يا ست انت، انا مش ناقص. انا صبرت عليك كتير، بعد كده هتشوفي وش تاني عمرك ما هتشوفيه. انا قلت لحضرتك على اللي عندي، ومش عارفه ليه حضرتك مش عايز تصدقني. لان التحريات اللي عندي بتؤكد غير كده، وبتقول ان انت كنت مأجرة عربيتك وقت وقوع الجريمة وبتأجريها على طول. يعني ساعة الحادثة العربية ما كانتش معاكي. بتتستري على الوحوش دي ليه؟ انا مش فاهمه. ده ممكن يحصل لك او يحصل لبنتك، ما بتخافيش ربنا؟ من فضلك يا دكتورة عبلة انا بس اللي اسأل. يا ست انت التحريات اللي عندنا بتؤكد ان عربيتك هي اللي تم بيها الجريمة. انا قلت لحضرتك على اللي عندي. يا هانم مش هتخرجي من هنا غير لما تقولي بالظبط عربيتك كانت متأجرة لمين وازاي وحصل بيها ايه. وعلى فكرة لو بعتناك النيابة مع التحريات بتاعتنا وأقوال الدكتورة، النيابة هتؤمر بحبسك 4 أيام على ذمة التحقيق. بعد كده هتتعرضي على قاضي المعارضات اللي بإذن الله هيديكي كمان 15 يوم. كل ده هيحصل بإذن الله لما تبات النهاردة في الحجز وتعرفي يعني إيه حجز. بيقولوا إن الساعة بتاع الحجز ما بتمشيش. انا ما عملتش جريمه عشان خاطر اتحبس. عموما أنا اسمي العميد محمود. لو حصل أي حاجة وقررت تتعاوني معايا أو تقولي الحقيقة، اندهي بس على الصول اللي موجود، قولوا له عايز أقابل العميد محمود. خدها. ما تتلمي يا روح امك بدل ما شراحك. حاضر حاضر حاضر. انا عارف يجيبوا لنا البلاوي دي منين، احنا ناقصين هرم. بس كده يا فندم المسائل هتطول معانا. طبعا وجود المسائل هتفرق قوي. طيب يا فندم بشكرك يا فندم، ده شكرا على الثقة الغالية دي. مع ألف سلامة. ما تزعليش مني إذا كنت يعني زعقتلك أو كده قدام الست. وانا كمان اتخضيت، انا ما فهمتش حضرتك عملت كده ليه معايا. هو لازم تسجنوها؟ مفيش حل تاني يعني؟ إيه صعبان عليك يا دكتورة؟ ما هو اللي بيشتغل شغلانتنا دي لازم ينسى عواطفه ومشاعره أيا كانت علشان يقدر يوصل للحقيقة. هي بس ام وعندها بنت عمرها 3 سنين وسايباها عند الجيران يعني. اطمني يا دكتورة، كلها 3-4 ساعات وهتلاقيها نطة قدامي هنا بتعترف بكل حاجة. إلا قولي لي أخبار سميحة وحنان إيه؟ سميحة لسه في المستشفى، وحنان أنا تصورت إنها هتيجي تبلغ، بس بعد اللي حصل لي واللي جرالي من الناس اللي حواليا فهمت ليه هي ما جاتش بلغت. ممكن أستأذن بعد إذنك؟ طبعا، اتفضلي اتفضلي حضرتك. أنا هرجع تاني يا فندم بالليل عشان أعرف إيه اللي حصل في القضية، وإذا كنتوا عرفتوا أي حاجة من الست بتاعت العربية دي. ممكن؟ تنوري، هستناكي. شكرا. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. شوف هتعمل ايه وكلمني قولي. يلا. لميس ماما حبيبه قلبي، ازيك؟ ازيك يا احمد؟ وحشتوني. انت كمان قوي. انا عاوزه معلش عايزاكي ثانيه واحده جوه في الاوضه. كنت عايزاكي. انا جايه لك دقيقه واحده، عايزاها دقيقه سوا. وهتكون عندك. حصل حاجة؟ بصي انا ما جبتش سيره طبعا للميس عن اللي حصل، بس جوزك بصراحه طلع راجل عاقل، ما جابش سيره خالص لاولادك عن اللي حصل، قال لهم بس ان انتوا انفصلتوا من غير اي اسباب. فاهمه يا عبله؟ من غير اي اسباب.
فاهمة يا نادية، كتر خيره انه ما جاب لهمش سيرة، مش عايزة الولاد يتصدموا، بس انا مش عارفة هعيش من غير احمد ازاي والله. طيب خلينا بس نطلع للي بره دي اللي مستنياك. حاضر. حبيبة امي، احكي لي اخبارك ايه؟ تعالي. 5 دقايق والغدا هيكون جاهز. ميرسي يا حبيبتي. احكي لي اخبارك ايه انت واحمد؟ بتخرجوا بتتشاقوا بتعملوا ايه؟ مش عارفين نعيش من غيرك والله العظيم يا ماما. والله ولا انا عارفه اعيش من غيركم خالص، بس معلش بقى اهو. ايوه يا ماما، بس مش لدرجه ان انتوا تتطلقوا واحنا في السن ده وانتوا كمان في السن ده وبعد العشره دي كلها. معلش يا حبيبتي، نصيب. معلش يا ماما، لو بابا غلطان تعالي على نفسك شويه عشان خاطرنا وعشان خاطر العشره اللي ما بينكم يا ماما. لا بابي مش غلطان في حاجه صدقيني. طب خلاص، لو حضرتك اللي غلطانه انا هكلم بابا واتدخل في الموضوع وادخل جده صالح كمان. لا بابي غلطان ولا انا غلطانه صدقيني. طب تقدري تقولي لي منظري هيبقى عامل ازاي دلوقتي قدام كريم واهله واصحابي لما يعرفوا؟ احنا مش اول 2 متجوزين هينفصلوا. اهم حاجه دلوقتي تاخدي بالك من نفسك ومن اخوكي احمد، وانا مبسوطه قوي ان ابوكي قال له ان انا مسافره، مش عايزاه يحس باي حاجه عشان خاطري. طب ارتب ميعاد ما بينك وبين بابا تقعدوا فيه تتصالحوا مع بعض. مش هينفع، مش هينفع، على الاقل دلوقتي مش هينفع. امال انتوا انفصلتوا ليه؟ انا عايزه افهم. موضوع الانفصال ده يخصني انا واحمد زي ما يخصكم بالظبط يا ماما. بصي انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده، انا عايزاكي تاخدي بالك من نفسك ومن اخوكي، دي اهم حاجه تحطيها في اعتبارك. ممكن توعديني؟ اوعدك. يلا يا جماعه الغدا جاهز، اتفضلوا. يلا ناكل لقمه سوا. حضرتك عملت مذكرة تحريات للنيابة عشان تعمل تكليف للطب الشرعي بانتداب دكتور يروح لسميحة المستشفى، وهم قالوا لنا بإذن الله أول ما تفوق هيدونا خبر. طيب بالنسبة للست صاحبة العربية اللي محجوزة عندك في التخشيبة، ما يتهيأليش إنها تصمت كتير. وتحرياتكم عن مزرعة الوزير شكري جلال. زي ما حضرتك أمرت طبعا بمنتهى الدقة والسرية عملنا تحريات، والتحريات بتقول إن ابن شكري جلال هو وشلة من أصحابه بيترددوا على الفيلا دي كل شوية. حسب علمي إنه عنده ابن وحيد طالب في الجامعة الأمريكية، وما يتهيأليش يكون له يعني يد في جريمة بشعة زي دي. والله يا فندم أدينا بنكثف تحرياتنا اما نشوف في الآخر هنوصل لفين. عموما أنا اتصلت بالسيد وزير الداخلية وحكيت له تفاصيل الحادث، خصوصا جزئية مزرعة الوزير شكري جلال. طب وتعليمات جنابك؟ الاستمرار في التحريات وسرعة القبض على الجناة مهما كانوا، مع الأخذ في الاعتبار إن الوزير شكري جلال يتمتع بالحصانة، وبالتالي لو المزرعة ملكه هتبقى تتمتع بحصانة بيته. عشان كده التحريات لازم تكون في منتهى الدقة والسرية التامة. أما بالنسبة للدكتورة حنان فحسب كلامك كده إنها هتحتاج مجهود شوية لإقناعها هي وأهلها إنهم ينضموا للمحضر وتقول أقوالها، خصوصا إنك بتقول إن لها أصول من الصعيد. يا فندم دي بتعتبر أهم عنصر في القضية، لأن هي كانت آنسة، يعني هنضيف للخطف المسلح والاغتصاب هتك العرض كمان. عموما يا فندم لو ما حصلش وجت بنفسها وهروح لهم بنفسي. ولا كلمة. هو في ايه ياما؟ مين اللي قاعد بره مع اخويا ابراهيم؟ اكتمي خالص، مش عايزه اسمع لك صوت. في واحد بره بيقول له ان عميد مفتش مباحث في مديريه الامن وجاي يسال عنك. اكيد الدكتوره عبله او سميحه بلغوا. ما الناس صالح بلغوا ولا ما بلغوش؟ ياما ما ينفعش بعد اللي حصل لي ده ما بلغش، وشوف الكلاب اللي ذبحوني دول متعلقين في حبل المشنقه، انا لازم اطلع اقول على اللي حصل. لو طلعتي بره اخوكي هيتذبح قدام البوليس وهيروح بيجي في داهيه. اقعدي هنا وما تتحركيش لغايه ما الراجل اللي بره ده يمشي. شكرا. بس انا شايف ان حضرتك عمال تلف وتدور في الكلام، وانا اصلا ما عارفش سبب الزياره ايه. متهيألي معلوماتي بتقول ان انت اخو الدكتورة حنان. ايوه. يبقى اكيد انت عارف كويس قوي انا جاي بخصوص ايه. انا مش فاهم حاجه يا سعاده الباشا. ولو قلت لك ان انت فاهم كل حاجه بقى. حضرتك عايز ايه بالظبط يعني؟